الوصفة دي من الوصفات السهلة جدًا اللي مش محتاجة شرح، بس أنا عاملاها بطريقة أصلية وبطريقة تانية، هي الapple pie حاجة كده لطيفة ولذيذة جدًا، جدًا، وبنشتريها بفلوس كتير رغم إن هي بسيطة جدًا. أول حاجة بنجهّز التفاح، بنقشّره وبنقطّعه مكعبات، وبنخلّيه على جنب لغاية لمّا بنجهّز الصوص اللي هو بيبقى ريحته خطيرة، ريحته قرفة. بنحط مكعبين من الزبدة، وأنتم عارفين كالعادة أنا باحب أقلل من الدهون، لو عايزين تزودوا الزبدة براحتكم، بس أنا باحط مكعبين باسيّحهم، وبعدين بانزل بنُص كوباية من السكر البني، لو ما فيش يبقى سكر أبيض ما فيش مشكلة خالص، معلقة كبيرة مليانة من القرفة، وبعد كده بننزل بالتفاح وبنرفعه على النار لغاية لمّا يطرى ويستوي تمامًا، يعني بياخد حوالي ربع ساعة، وبعد كده بنجيب معلقة من النشا وشوية مَيّة وبندوبها وبنحطها على التفاح وبنرجع تاني نحطها على النار لغاية لمّا النشا يستوي ويبقى شكله كده كريمي وصوص حلو قوامه جميل جدًا، كده الحشوة جهزت. نعمله بقى بالطريقة الأصلية اللي هو الpuff pastry اللي بيكون جاهز في السوبر ماركت وبيكون متقطّع بالشكل ده، بنحط الحشوة، أنا باحب بس أحط رشة دقيق خفيفة، مش كل اللي أنا رشيته ده، علشان ما تلزقش لإن هي بتكون كلّها زبدة. العجينة نفسها مصنوعة من الزبدة، هنقفّله بالطريقة دي ومش هندهن الصينية خالص، لإن هي مش محتاجة تتدهن، بس الوش هندهنه خليط من البيض والفانيليا وشوية مَيّة، وبيدخل الفرن. طيب لو ما فيش puff pastry ممكن نعمل بالجلاش، وده اللي أنا جرّبته وطلع لطيف جدًا، بس في حالة الجلاش بندهن الصينية زبدة وده ضروري، ورقات الجلاش برضه بندهن إحنا بناخد رقين وبندهن بينهم زبدة، وبنحط الحشوة وبنقفل عليها بالشكل ده علشان ما تطلعش برّه الجلاش وتتحرق. وبس كده، بنقفّل بقى من الناحيتين، وبيبقى شكلها كده لطيف أوي، أوي، وبنرصها في الصينية بندهن وشّها بالزبدة، وبتدخل الفرن يعني لغاية بس ما تتحمّر، بس الجلاش بنحتاج إن إحنا نقلبه على الناحية التانية عشان ياخد لون من الناحيتين، وآدي النتيجة. بُصّوا عجينة الpuff pastry خطيرة، طبعًا الماركة اللي أنتم تحبوها، بس أنا بالنسبة لي ماركة السنبلة كانت حلوة جدًا. العجينة اللي في الفيديو دي كانت ماركة اسمها الكرامة، هي بتبقى أطرى شوية، لكن السنبلة بتبقى مقرمشة أكتر، فعلى حسب بقى أنتم بتحبوا إيه، اللي بيحبها مقرمش، اللي بيحبها طرية، ممكن أوي لمّا نعملها في ناس بيحبوها طرية، فممكن تتغطّى بعد لمّا تتعمل علشان تطرى، فده حسب طبعًا ذوق كل حد. بتقدّموها بقى زي ما تحبوا مع كراميل، مع آيس كريم، مع سكر بودرة، في كل الأحوال حلوة جدًا snack لطيفة وحلو كده يتعمل بسرعة، يا رب الفيديو يكون عجبكم وتجربوه وبألف هنا وشفا.